عاجل جدا، فوضى وعراك داخل البرلمان المغربي. أهلا بكم معنا. شاهدوا ما حدث اليوم. عرف البرلمان المغربي توترا غير مسبوق بعد اندلاع عراك كلامي حاد بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية. الجدال تطور بسرعة داخل الجلسة، مما خلق فوضى داخل القاعة وأوقف أشغال البرلمان لعدة دقائق. ومع ارتفاع حدة التوتر، تدخل وزير الداخلية بشكل عاجل لتهدئة الوضع قبل اتخاذ قرار بإخراج الوزير وهبي من القاعة حفاظاً على النظام العام وسير الجلسة. هذه الواقعة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل، بين من يعتبرها انعكاساً لاحتقان سياسي متصاعد، ومن يدعو إلى الرفع من مستوى النقاش داخل المؤسسات الدستورية. تابعونا للمزيد من المستجدات.